من بعد غياب قد هلا رمضان، فيا أهلا أهلا قد هلا هلالك بالخير، يسمو فينا يروينا أملا، رمضان بخيره قد جاء أمنا. لما نصلي ونذكر اسم الله السلام، نلقى سعادة وخير حوالينا في كل مكان، قلبنا مليان شوق للهادي وكله غرام. مت يلا بينا نصلوا على نبينا، بدر المدينة سيدنا رسول الله. مت يلا بينا نصلوا على نبينا، بدر المدينة سيدنا رسول الله. بتمنى زوره واستشعر حضوره، واتملى بنوره ما هو ساكن في قلوبنا. لما نصلي ونذكر اسم الله السلام، نلقى سعادة وخير حوالينا في كل مكان، قلبنا مليان شوق للهادي وكله غرام. الشافي صديقاتي زميلاتي والأصغر مني، الفيديو اليوم أعلمكم كيف تسووا بسبوسة بالقشطة. يلا على المقادير. الوصفة بدها خلاط كتير حلو. هنا 3 بيضات على درجة المطبخ، معلقة فانيليا، كوب زيت ذرة، كوب سكر، بسم الله ما شاء الله، علبة فانيليا يا أصدقاء، بسم الله. ممنوع تخلي فيها أي شيء عشان هي اللي بتعطي الطعم الزاكي. احنا قلنا شو هاي بسبوسة بالقشطة، يعني لازم نكتر قشطة. نص كاسة حليب باودر، بسم الله. هلا بدي اخلطهم في الخلاط عشان ما ازعجكم، بدي اخلطهم وارجع لكم. يلا. شوفوا يا جايز محلى القوام، بسم الله بسم الله بسم الله. كوب سميد وربع كوب سميد، بسم الله. ربع كوب طحين، هات معلقة صغيرة بيكنج باودر. يلا نخلط. قبل ما نخلط ربع معلقة صغيرة ملح. هلا بنخلط. شايفين لازم يطلع هيك معكم الخيط. هلا احنا رح نستخدم هاي الصينية وبدنا نجهزها. بدنا نحط عليها شوية من زيت الذرة، نرمي على كل الصينية حتى ما يلزق معنا الخليط.
هاي الخطوة هي اللي تساعدكم فيها، لأنه هاي المرحلة بس ماما اللي راح تعرف الكمية راح نحطها. راح نحط نصها البسبوسة في الصينية ونصها الثانية على جنب. ساعدتني وحطت نص البسبوسة جوا الصينية. بدنا نروح نحطها مع الفرن. يلا شطرين. لما انت تحطها مع الفرن تنسوش مناجز قاعد يصير الفرن. لتر حليب، جبنة كريمي، هلا بدنا نضيف القشطة. بسم الله. هلا القشطة أصلاً أساسها البسبوسة، لأن هاي شو بسبوسة بالقشطة يا قشطة. ربع كوب نشا، هلا بنخلط على الخلاط وبنرجع لكم. بدنا نحط خليطنا على النار ونرجع لكم. يا جايز يكون قوامها، شوف ما شاء الله ما أحلاها القوام، كتير روعة. وهي جاهزة عنا البسبوسة، كتير ريحة اللهم النصائن رائعة جدا جدا. لازم يا جايز على فكرة إنه تكون معكم تقيلة الطبق تبعت القشطة، لازم تكون معكم تقيلة. باي. هيك يا جايز الطبقة الأولى جاهزة. محلاها القشطة وهي سخنة على الكيكة، والكيكة لازم تكون سخنة عشان تزبط معنا ويكون طعم كيكة كتير زاكية. شوفوا محلاها. وزعنا كل خليط القشطة على الصينية. جهزت الطبقة الثانية للبسبوسة اللي احنا خبيناها وحطيناها على جنب. لما انتوا تسووا القشطة بس ترجعوا للطبقة اللي انتوا خليتوها رح تلاقوها جمدت. فشو بدكم تسووا؟ بدكم تحطوا 4 كاسات معالق. لا 4 معالق حليب. 4 معالق حليب عشان يا جايز تصير عليكم سهلة بالخلط وتكون هش عشان تتوزع صح. يلا يا ماما. الصينية بالفرن. بخصوص هاي المرحلة رح احكي لكم معلومة مهمة كتير. هلا بدي احكي لكم اشي. هلا احنا لما حطينا بسبوسة جوا الصينية وحطيناها جوا الفرن جهزت، لما طلعناها احنا طفينا اللي هي الطبقة الأولى. طلعنا طفينا الفرن عشان يبرد. ممتاز، يعني طلعنا الصينية وطفينا الفرن عشان يبرد. ليش إلهام؟ عشان يا جايز تكون لا عشان يبرد عنا الصاج تاع الفرن. بعديها لحظة، عشان يبرد الصاج تاع الفرن، وعشان لما بدنا نعمل الطبقة اللي فوق تستوي براحتها، تتحمر يعني براحتها. هلا حطيناها احنا على الصاج، حطينا على اقل درجة حرارة عنا وعلى الوجه على التحمير، ما حطينا على فوق وتحت، بس حطينا على التحمير. هلا راح تسوي، راح تتحمر براحتها وتاخد وقتها وما تنحرق معنا من تحت. نرجع لهم بس ايش تجهز. هيك بتكون جهزت معنا بسبوسة. وتعالوا هلا نحط عليها القطر. لازم تكون البسبوسة سخنة والقطر بارد. يا رب بسم الله. يا جايز احنا حطينا عليها القطر، نستناها تمنها تشرب القطر عشان نحط عليها تزيين. جو بردناها زيناها. هلا يا جايز قبل ما نزينوها لازم نحطها بالثلاجة عشان تبرد. قديش لازم نحطها؟ ساعة واحدة. يلا باي. شوف ما شاء الله تبارك الله زي الكنافة بتحسيها صح. يلا باي.
والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطبني والسقف سق لي والرقص قد طاب إلي شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملالي في ملالي ولو تراني راكبا والناس ترجم جملي في السوق بالقلقلل والكل